انا عارفة انك عاوز تقدم على شقة اسكان اجتماعي، او عندك شقة اسكان اجتماعي بس خايف تعيش فيها، عشان بيقولوا لك شقق الاسكان دي مقطوعة، ولو انت او عيلتك عوزتوا كيس ملح هتتبهدلوا. وانا جاية اقول لكم ان معاهم حق، بس ده في المدن اللي هتبقوا انتوا اول مشروع اسكان اجتماعي بيتعمل فيها، وده مش الحال في العبور الجديدة. انا شفت وعشت الوضع دوت بس من 5 سنين. فشوفوا الفيديو لحد الاخر، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، واستنوني في فيديوهات وتجارب جديدة. ويلا بينا، انا واخداكم النهاردة نشوف مول الحرية في معمار الاشراف، في الشارع الفاصل اللي بين حي الحرية وحي المجد، وهتكلم معاكم في ايه المميزات وعيوب شقق الاسكان في العبور الجديدة، وانتوا تحكموا وتقرروا بنفسكم. اولا، العبور الجديدة عكس اي مدينة تانية، اللهم بارك. يعني البيئة المحيطة انا بشوفها انسب حاجة ان احنا ممكن نربي فيها اولادنا بالمقارنة باسكان اماكن تانية زي بدر مثلا او الشروق. كمان هي اقرب حاجة للقاهرة، موقف العاشر، السلام، مسكن. على العلم ان طبعا العبور جغرافيا او مش جغرافيا هي تبع الدولة، تبع لمحافظة القليوبية مش محافظة القاهرة. كمان اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله، فيها اماكن خدمية زي المول اللي انا بصوره لكم، كذا سوبر ماركت ما شاء الله، في صيدلية العزبي، مخبز بلدي، وفي محل خياطة، محل مراتب ومخدات، محلات موبايلات وصيانة موبايلات وصيانة أجهزة، لعب أطفال، كوافيرات حريمي ورجالي، محلات ملابس، مكان ATM، محلات نظارات، مراكز أشعة، كشري، خضري، فكهاني، بتاع سمك، بتاع فطير وبيتزا، موان، كهربائي، سنتر تعليمي، حضانة، معامل، تحاليل، مراكز طبية. حرفيا اللهم بارك مفيش حاجة ممكن ان احنا نحتاجها مش موجودة. ممكن كمان تبقى في محلات او خدمات تانية موجودة في المول وانا نسيت ان انا اقولها. اظن ان كمية الخدمات اللي موجودة في المدينة هنا مش موجودة في اي مدينة تانية فيها اسكان اجتماعي او في المربع الخاص بالاسكان الاجتماعي. انا رحت قبل كده بدر كذا مرة، اكاد اجزم ان هي بالمقارنة بالعبور الجديدة زيرو خدمات. قلنا يعني معظم المميزات اللي انا شايفاها مميزات، اما عيوبها وهي عيوب كل شقق الاسكان او اي شقة مش صاحبها اللي مشطبها، فهي طبعا سباكة، نقاشة، نجارة، كهرباء. قدرت تفورها يبقى تمام جدا، مش قادرين، كهرباء وسباكة لازم يتفوروا. كمان تاني مشكلة ارتفاع اسعار المواصلات، يعني من العبور، من مدينة العبور الشباب لحد مسكن 17 جنيه. انا معرفش هل الارتفاع ده بالنسبه لبقيه الاماكن ولا لا، بس انا بتكلم على الاماكن اللي انا بتحرك فيها. انا بشوف ان ارتفاع في الاسعار نسبيا، وارد تبقى ديت برضو الاسعار بره، انا بقول على اللي انا شايفاه. كمان من اهم المميزات اللي انا نسيت ان انا اقولها، الهواء النقي في العبور، سواء العبور القديمه او العبور الجديده، اللهم بارك بنسبه 99% من الوقت، بعيد عن ان هم اوقات بيحرقوا ورق في المدينه. غير كده اللهم بارك دايما شامين هواء نقي. اللي بيجي العبور اول ما بيدخل العبور بيعرف من ان هو نفسه بيقدر ان هو يتنفس فيها كويس. كمان على فكره في ظهر المول دوت المفروض انه في حضانه كبيره تبع العبور بيتم انشائها، في كذا مول تاني، في مكتب صحه شغال. اتمنى اكون جاوبت على كل الاسئله والحيره اللي جواكم في اختيار التقديم لاي مدينه او السكن. ولو عندكم اي سؤال سيبوهولي في الكومنتس وانا هجاوب عليكم. ولو عاوزين جزء تاني او اعمل سلسله فيديوهات لجميع مولات العبور الجديده او القديمه برضو قولولي. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.